جملتها ناقصة منفية. إذا كانت الجملة تامة مثبتة فأعرب غير وسوى ماذا يساوي؟ مستثنى منصوب. إذا كنت تبحث عن درس الاستثناء ولم تفهم بعد هذا الدرس فأنت في المكان المناسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ يوسف مدن، أستاذ اللغة العربية والتربية الإسلامية بالطور المتوسط. اليوم إن شاء الله تعالى سنتعرف على الاستثناء الجزء الثاني، وهو الاستثناء بغير وسوى. تعرفنا من قبل على الاستثناء بإلا، أحكامها وكيفية الإعراب إلى كل ذلك، وسأترك لك الجزء الأول الاستثناء بإلا في أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. تابع معي إن شاء الله تعالى. سنتعرف على الاستثناء بغير وسوى. ركز معي جيدا، ركز جيدا. الاستثناء بغير وسوى. غير وسوى ليستا أدوات. لاحظ معي المقدمة هذه، ليستا أدوات وإنما هي أسماء. جيد. غير وسوى ستأخذ هذه القاعدة التي سأعطيها لك، هي التي سأبني عليها كلها. غير وسوى ستأخذ الحكم الإعرابي للاسم الذي بعد إلا. تعرفنا من قبل على الاسم الذي بعد إلا، على أن الاسم الذي بعد إلا إذا كان جملته تامة مثبتة فكيف يساوي؟ اسم الذي بعد إلا مستثنى منصوب. ممتاز. إذا كان جملته تامة منفية كيف يعرب الاسم الذي بعد إلا؟ إما مستثنى منصوب أو بدل. جيد. إذا كان جملته ناقصة منفية كيف أعرب الاسم الذي بعد إلا؟ حسب موقع في الجملة. نفس الشيء. غير وسوى، غير وسوى كذلك هي نفس الشيء. إذا كانت جملة غير وسوى تامة مثبتة فإنك ستعرب غير وسوى مستثنى. سنتعرف على كل هذا بالتفصيل الممل. نفس الشيء. تامة منفية غير وسوى إما مستثنى أو بدل. والثالثة غير وسوى ناقصة منفية حسب موقع في الجملة. لاحظ معي هذا المقدمة مهم جدا حتى تفهم كل شيء. بسم الله. المثال في التامة المثبتة تقول مثلا: دخل الطلاب، وسنتعرف على إعراب المستثنى منه، إعراب غير وسوى وإعراب الاسم الذي بعد غير وسوى. غير وكذلك سوى مثلا طالب. ممتاز. دخل الطلاب غير سوى. هل هذه فيها جميع الأركان؟ نعم. 1 2 3 3 أركان. إذن هي تامة. ممتاز. هل سبقها نفي؟ لا، لم يسبقها نفي. إذن الجملة ما هي؟ جملة تامة مثبتة. ممتاز. كيف أعرب المستثنى منه في هذه الحالة؟ وهو ماذا؟ وهو كلمة الطلاب. طلاب كيف تعرف هذه الحالة؟ المستثنى منه دائما يعرب حسب ماذا؟ حسب موقعه في الجملة. عقل عليها دائما هذه. المستثنى منه دائما يعرب حسب موقعه في الجملة. طيب، إعراب غير وسوى. غير وسوى ماذا قلنا قبل قليل؟ إذا كانت الجملة تامة مثبتة فأعرب غير وسوى. حرز، ماشي أدوات، لا. فأعرب غير وسوى هما المستثنى بحد ذاته، فتقول مستثنى كيف هو منصوب. جيد. مستثنى كيف هو منصوب. فتقول في غير. لاحظ معي الإعراب. في غير حركة ظاهرة، لكن في سوى حركة مقدرة. فتقول في غير مستثنى منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. ممتاز. سوى مستثنى منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة على الألف المقصورة، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. حرز. منع من ظهورها ماذا؟ منع من ظهورها التعذر. جيد. الآن طالبين، وهو الاسم الذي بعد غير وسوى. طالبين مجرورة. فأعربه ماذا؟ مضافا إليه. يعني هنا ماذا ستقول؟ وهو مضاف. طالب مضاف إليه مجرور وعلامة جره ماذا؟ الكسرة الظاهرة على آخره. أعيد باختصار. الذي يهمنا هو هذا. كيف تعرب غير وسوى؟ بشرط ضرب طلة كما نقولوا احنا على نوع الجملة. إذا كانت الجملة تامة مثبتة فأعرب غير وسوى ماذا يساوي؟ مستثنى منصوب. نقطة إلى السطر. كيف تعرب الاسم الذي بعدهما؟ أعربه ماذا؟ مضافا إليه مجرور. هذه واحدة، لعلها إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى سهلة بحول الله. الروح التامة منفية، أي الروح التامة منفية. بسم الله. لو قلت لك ما دخل، لاحظ ماذا تفيد؟ ما نفي، ها هي منفية. ما دخل الطلاب، أيوة، غير. أنا سأكتب غير واحدة ثم أضيف غير سوى فيما بعد حتى تفهم بإذن الله.
غير، زوج تاع غير. علاش؟ بدك تفهم. طالب، ممتاز، كتبت زوج هنايا. الطلاب، كما قلنا هنا هو المستثنى منه، ممتاز. يعرب كذلك، يا ربي، يعرب كذلك حسب موقعه وين؟ في الجملة، هذه مفروغ منها، ممتاز. كتبت زوج تاع غير، هذه باش تفكرك، هذه باش تفكرك. أنت تفكرني بحاجة، فكرني بالاسم اللي بعد إلا، كتبت زوج خطرات. نفس الشيء في إلا، كتبت الاسم الذي بعد إلا كتبته زوج خطرات، واحد واحدا أو واحدا واحد، في المثال اللي كتبته في الدرس السابق. إذا كانت جملة منفية في الاسم الذي بعد إلا، فإن لك في إعراب الاسم الذي بعد إلا وجهان صحيحان. الأول ماذا؟ مستثنى، والثاني ماذا؟ بدل. جيد. نفس الشيء بالنسبة لغير وسوى. إذا كانت الجملة غير وسوى، غير وسوى، إذا كانت جملتهما تامة منفية فأعرب الأول مستثنى والثاني بدلا. نفس الشيء. هنا سأقسمه إلى قسمين. غير هذه الأولى وغير الثانية، ممتاز. غير التي بالفتحة سأكتب هنا ماذا؟ مستثنى منصوب. جيد، هذه واحدة. هذا الوجه الأول لغير وسوى. صح، متى يا أستاذ؟ متى يكون عندي زوج أوجه؟ متى؟ بشرط واحد، إذا كانت الجملة تامة ماذا؟ منفية. حرز روحك، كي تكون تامة مثبتة هذه هضرنا عليها، عندك وجه واحد. لكن في التامة المنفية عندك وجهان، الأول مستثنى منصوب والثاني ماذا؟ بدل. جيد. وبدل هنا حسب حركة الاسم الذي قبلهما. هنا ماذا؟ ما دخل الطلاب. جيد. هذه غير تاع مستثنى جمع مفتوحة. اسمها هنا شنو نكتب؟ غيري. نكتب غيرو. علاش أستاذ؟ لأن في هذه الحالة كلمة الطلاب يعني اسم الذي راه قبل غير شرح راه من مرفوع. جيد. فلما كان مرفوعا وجعلته هنا رفعا. فرضا لو كان عندي كسرة هنا، ماذا أكتب هنا؟ في الوجه الثاني، تاع تامة منفية. جيد. سأكتب كسرة غيري، لكن هنا وقعت فاعلا فلذلك قلت غير. فغير الأولى مستثنى منصوب وبدل حسب حركة الاسم الذي قبلهما. جيد. نفس الشيء بالنسبة لسوى. سوى مستثنى منصوب علامة نصبه لفتح المقدرة على الألف المكسورة، منع من ظهورها التعذر. غير نفس الشيء، بدل مرفوع، سوى. هنا مثلا هنا أضع سوى طالب. سوى بدل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المكسورة كما هذه، منع من ظهوره كذلك التعذر. ممتاز. جيد. طالب غير طالب غير طالب. نفس الشيء هنا أكتب هنا ماذا؟ مضاف إليه. سوف لن يتغير أي شيء. مضاف إليه. ممتاز. هذا متى؟ الحالة الثانية. أيوة. الحالة الأخيرة ناقصة منفية. ما المقصود بالناقصة منفية؟ نستذكر سويا. ناقصة بمعنى المستثنى منه لا يوجد، محذوف. منفية سبقت بنفي. فماذا سأكتب هنا؟ سأكتب ما دخل سوى طالب. جيد. ما دخل غير أو سوى طالب. إعراب المستثنى منه هل يوجد؟ لا يوجد. إذن هل أعرب شيئا مذكورا أم محذوفا؟ لا، مذكورا في الجملة. هنا لا شيء. الآن غير وسوى إذا كان جملتها ناقصة منفية. شوف دائما غير وسوى دائما ترتبط بنوع جملتها. احفظ القاعدة الآن. غير وسوى إذا كان جملتها ناقصة منفية هل ستعربها مستثنى؟ لا. هل ستعربها بدلا؟ لا. هذه في هذه الجمل. الآن ناقصة منفية حالة ثالثة. ففي هذه الحالة إذا كان جملتها ناقصة منفية فأعرب غير وسوى في هذه الحالة كيف؟ حسب موقعهما أين؟ في الجملة. ممتاز. أيوة. يعني ما كان لا مستثنى ولا بدل. الحالة الثالثة لهما وهو ماذا؟ أن تعربهما حسب موقعهما في الجملة. غير الله تبعتوا معي. هل ما موقع غير وسوى في الإعراب هذا؟ ما حرف نفي، دخل فعل، من الذي لم يدخل؟ غير. فأقول هنا غير. جيد. وهو مرفوع.
فهنا وقع فاعل، فتقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، سوى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المقصورة منع من ظهور التعذر، وهو مضاف، ودائما يبقى هذا طالب. اسم الذي بعد غير وسوى كيف تعربه كذلك؟ دائما ماذا؟ مضاف إليه. يعني بالمختصر المفيد، مدار الدرس في غير وسوى هو هذا الجزء عليك أن تحفظه. هنا مضاف إليه كلية، هنا حسب موقع في الجملة، أما الثالثة ما عندك ما دير بها. لكن هنا أعد وركز على غير وسوى اربطها باش اربطها بنوع جملتها. هيا تبعتوا معي. إذا كانت غير وسوى جملتها تامة مثبتة ماذا يساوي؟ استثناء منصوب. واحد. غير وسوى جملتها تامة مثبتة، تامة منفية عفوا، ماذا يساوي؟ إما مستثنى منصوب أو بدل. هذه الثانية. الثالثة ما غير وسوى إذا كان جملتها ناقصة منفية. صح ولدي صح. صح حسبه. إذا كانت غير وسوى جملتها ناقصة منفية فأعرب غير وسوى حسب موقعها في الجملة. تهلاو في رواحكم، نلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم. عيد لهم السلام عليكم. شكرا.